وقفت أراقبهم وهم ياخدوا الأخطبوط لبيوتهم. الراجل الكبير كان بينظم التوزيع. بالترتيب يا جماعة، والليل كله هياكل عند كبير القرية. لفيت ومشيت وطلعت تليفوني وبعت رسالة: الصيد وقع في الشبكة، جهزوا العربية التانية. من بعيد صوت فرحتهم كان مالي المكان، بينما الشاب اللي أكل الأخطبوط بدأ يحس بتنميل في شفايفه. استخبيت جنب بيت طين عند مدخل القرية وأنا شايف الناس بتنقل الشحنة كأنهم نمل. وصلتني رسالة: إحنا على بعد 3 كيلومتر. رديت: استنوا 10 دقايق. القرية كلها كانت في حركة، ستات بينضفوا الأخطبوط جنب البير وناس بتحضر للعزومة. الشاب اللي أكل ني كان وشه شاحب، لكنه افتكر إنه تعب عادي. بعد 10 دقايق دخلت عربية النقل التانية بقيادة عم زنج اللي ابنه مات قبل كده بسبب نفس الفخاخ واتسرقت بضاعته. كبير القرية لمح العربية وقال بفرحة: النهاردة الحظ واقف معانا. حسب الخطة عم زنج وقف العربية في الساحة وعمل نفسه تايه. بعدها بلحظات الشباب طلعوا فوق العربية وقطعوا الغطا، وظهرت صناديق مشروبات غالية. كلها مشروبات. عم زنج مثل الخضة، لكن كبير القرية قال ببرود: سيب العربية وامشي أحسن. فنزل عم زنج ومشى، وأهل القرية فضلوا يهللوا وهم بينقلوا الصناديق.